يا صباحكم او مساءكم بهجه، انا بهجه واهلا بيكم في فيديو جديد. فيديو النهارده هوريكم مشتريات ايفا. انا وريتكم ازاي تطلبوا من الموقع. يلا بينا نشوف الحاجات اللي وصلت. شكل الكرتونه وشكل المنتجات، كل قطعه متغلفه في بابلز، فدي طبعا حاجه حلوه عشان تحميها. يلا بينا نشوف اول قطعه معانا ايه. يا ترى ايه ده؟ طبعا هو باين، انا بس بعمل لكم كده شويه سسبنس. ده شاور جل بتاع ايفا. طبعا يا جماعه هو المفروض عبوه التوفير، وبصراحه هي عبوه التوفير قوي. متوقعتش ان هو يبقى حجمه كبير قوي كده، لا حجمه كبير اكتر مما اتوقع. ده 500 مللي، طبعا كبير قوي. وسعره مفاجاه، هم عندهم ايفا ازازه كبيره مش عارفه بصراحه حجمها كام، بس هي ب 90 جنيه. فبقى الكيس ده 500 مللي سعره 40 جنيه بس. حاليا موجود عليه ديسكاونت في الموقع، فسعره 35 جنيه. طبعا حلو قوي، فهجربه بقى وهقول لكم ثابت ولا لا، وريحته حلوه ولا لا. دي هنشوفها مع بعض. صراحه توقعته اصغر، حلو يعني الحمد لله. هشوف بقى كده واجرب واقول له. تعالوا بقى نشوف تاني منتج. ده تاني حاجه معايا في المنتجات الموجوده. عايزه اقول لكم الحاجه، بصوا جايه متبهدله قوي من الشحن. الكرتونه اصلا مقطوعه، فتقريبا اتبهدلت قوي. المندوب يعني في الشحن تمام. يعني انا جبت من ايفا قبل كده منتجات بس ما كانتش متبهدله قوي كده بصراحه، بس تمام. المهم الحاجه من جوه كويسه. لقيت لكم يا جماعه ايفا عامله ديسكاونت رهيب على مجموعه الو ايفا دي، على الشامبو وعلى البلسم وعلى الحمام الكريم، وهي اصلا عامله ديسكاونت على كل منتجات الو ايفا. فبصراحه كان عرض ما يتسابش. انا بقالي شهر كل ما ادخل على الموقع الاقي العرض خلص، فبصراحه ما صدقت ان انا لقيته عشان الحق اجيبه. لو جبته من مكان بره كان هيبقى اغلى، فقلت ليه طب ما نجيب من مصدر موثوق وبسعر احسن كمان. هوريكم العرض كله لما اطلعه، هقول لكم سعره كام. البلسم يا جماعه بصوا اللاين ده انا سمعت عليه كميه مدح بطريقه محدش بيذم فيه بصراحه، كله شكر شكر شكر. وانا بالنسبه لي مش معقوله يعني بجد الشكر ده عن المنتجات دي. يعني مش عارفه في ايه فجاه كده كله بقى يشكر فيها. صراحه حسيت انه اثرني الفضول، هل فعلا هي حلوه للدرجه دي؟ انا طبعا عارفه الصبار حلو قوي للشعر، زيت الارجان تحفه للشعر، فهنجرب ونحكم بنفسنا ونشوف هل فعلا المنتجات دي حلوه جدا ولا ضجه على الفاضي. يعني بصراحه لو طلعت حلوه جدا انا هنبسط، لان اسعارها حلوه قوي، فيبقى منتج كواليتي حلوه، سعر حلو جدا ومفيد كمان، فلا وبيعمل نتيجة حلوة، فاكيد ما يتسابش. فيا رب المنتجات دي فعلا تطلع كويسة عشان هعتمدها بعد كده. دي اول حاجة البلسم. تمام، فاضل اخر حاجتين معايا. مين بيحب البابلز زيي؟ بصراحة الحاجة متغلفة كويس، بس في نفس الوقت برضو هي حاسة ان في اثر لبهدلة في الشحن بصراحة. يعني بصوا يعني الحاجه جايه متطبقه قوي، فالكويس الحمد لله ان هي ما انفجرتش في الشحن. يعني من كتر التطبيق ده مسك نفسه. البلسم هو اللي بيعمل كده شويه مش مقفول كويس، بس تمام يعني الحمد لله. ده الشامبو برضو من نفس اللاين اللي قلت لكم عليه الو ايفا. يبقى كده الشامبو اهو، البلسم اهو. الحجم بتاعهم كام ملي؟ اعتقد الاتنين نفس الحجم. الاتنين 230 ملي، بس انا حاسه ان ده اكبر مش عارفه ليه. هم دول شكلهم. البلسم بيبقى لونه ابيض، الشامبو بيبقى لونه كده داخل على الاورنج شويه. هما الاتنين ترطيب الشعر عمق ومن غير هيشان ومن غير شعر مقصف او هايش. دي يعني حاجه حلوه. انا عندي كل المشاكل دي، فهنشوف هنجرب ونشوف، والتجربه العملي هي اللي تحكم هل هيطلعوا كويسين ولا لا، هل يستاهلوا الضجه ولا لا، وهل يستاهلوا الفلوس ولا لا. الحاجتين دول جبتهم مع بعض، البلسم والشامبو. تمام، الاتنين دول كانوا في عرض مع بعض، ومعاهم الحاجه الثالثه اللي انا هوريها لكم دلوقتي، لكن ده عرض لوحده، ده برضو عليه ديسكاونت. تمام. انا بصراحه كل الحاجات اللي انا جبتها النهارده كانت عروض. في منتجات جديده ايفا نزلتها لسه هجربها بصراحه، بس قلت نستفيد بالعروض الاول. تمام، اخر حاجه بقى. اتوقع ايه قبل ما افتح؟ انا قلت لكم يعني، بس توقعوا برضه. ده حمام الكريم. بصوا يا جماعه، انا توقعت ان الشاور جل هيبقى في حجم حمام الكريم، بس فاجئني بصراحه واحرجني الشاور جل، طلع اكبر بكتير. حمام الكريم كام ملي؟ هقول لكم حالا. حمام الكريم 250 ملي، يعني اكبر من الشامبو والبلسم ب 200 ملي، ب 20 ملي بس، لكن ده 500 ملي ما شاء الله اللهم بارك. حمام الكريم بقى اللي بصوا، انسوا ضجه الو ايفا كلها، انسوا ضجه وانسوا الضجه اللي عاملها البلسم. حمام الكريم
يفوز في الضجة. اخر حاجة حصل عليها ضجة بكمية مش ممكن، اللي قالوا عليه ان مفيش حمام كريم زيه، واللي قالوا عليه ان هيخلي شعركم زي كانوا عاملين كرياتين وبروتين وزي شعر الفنانين، وبصوا يعني افوره تخليكوا اصلا تشكوا ان في حاجه غلط. المشكله يا جماعه ان لما بيبقى حاجه بيحصل عليها ضجه تلاقوا كله فجاه بيتكلم عنها وفجاه كله بيسكت، فانا مش فاهمه في ايه. فانا قررت بقى ان انا اجيبه علشان نحسم الجدل ده ونشوف هل هو فعلا يستاهل كميه الضجه اللي اتعملت دي، هل هو فعلا حلو للدرجه دي ولا اي كلام. هنشوف ونحكم بنفسنا. هو ده شكله تمام. برضو انا جايباه بالصبار وزيت الارجان. عايزه اقول لكم حمام الكريم ده في منه انواع كتير قوي والوان كتير قوي تمام، واشكال والوان على الموقع، ولكن انا قلت لكم ان ايفا كانت عامله عرض على الثلاث منتجات دول. العرض كانوا الثلاثه مع بعض، يعني هم حاطينهم مع بعض في صوره بالسعر ده اللي انا هقوله لكم. مش انا جبت ده لوحده وده لوحده وده لوحده وجمعناهم عرض، لا، هي ايفا اوريدي عاملاهم عرض مع بعض. التلاتة كانوا ب180 جنيه 185 جنيه، فطبعا بالنسبه لي عرض ما يتفوتش. الشامبو لوحده بصراحه مش عارفه سعره كام، بس اقل حاجه هتلاقوه 90 جنيه او ممكن اكتر. فان التلاتة يبقوا مع بعض، وده مش عارفه في حاجه و60 تقريبا، فان التلاتة مع بعض يبقوا 185 انا شايفاه بصراحه كويس. وانا كده كنت هجيب التلاتة اصلا، بس زي ما قلت لكم الشامبو اصلا ما كانش متوفر، يعني دول كانوا متوفرين من شهر، كل ما ادخل بقى من شهر الاقي الشامبو خلص فالعرض ما يبقاش موجود. فلما لقيته قلت بصراحه اجيبه كده كنت عايزه اجربهم يعني. وبعدين ان شاء الله انا هحاول معاكم في التشانل الفتره اللي جايه اجيب لكم مجموعات، بحيث ان احنا نجرب المجموعه كلها، اللي هو خلاص ده هيبقى التجربه اليقينيه. مش هجيب شامبو لوحده، مش هجيب بلسم لوحده، مش هجيب حمام كريم لوحده، لا، هحاول على قد ما اقدر ان انا كل ما يتوفر معايا مبلغ هجيب المجموعه كلها على بعض، بحيث ان احنا نقدر نحكم هل فعلا المجموعه نفسها حلوه ولا لا. انا عارفه ان ممكن يبقى الشامبو لوحده حلو والاتنين دول لا، او الحمام كريم لوحده حلو والاتنين لا. هنجرب ونشوف ونحكم ونشوف هل المجموعه دي تستاهل ولا لا. كده يكون الفيديو بتاعنا خلص. دي المنتجات اللي انا جبتها من ايفا وجربها واقول لكم رايي فيها. لو الفيديو عجبكم يا ريت ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وتشتركوا في القناه، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، ومع السلامه.